السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم درت واحد العراضه عائليه خفيفه بسيطه. وجدت فيها الدجاج. صراحه جات العرض هذا زوينه، والدجاج جا لذيذ وعجب الضيافي. درتو هكا تبارك الله بالزيتون الاحمر، ودرت زوقت هكا في الحامض بالهريسه الخضراء والهريسه حمراء. صراحه جا لذيذ. وصوبت معاه واحد الشلاضه هكا فيها الرز والخضر، جميع الخضر كلشي قديته هكا. ودرت الرز والمور، وصوبت معاه واحد الفلو مع الديسير. داكشي درتو صراحه زوين بسيط وسهل. بروميير ايطاب هو كنغسلو الدجاج ديالنا. اول حاجه كنغسلوه بالملحه والحامض. الملحه والحامض كافي باش يخرج لك الدجاج زوين. تغسليه مزيان هكا، تنظفيه وديريه في الفريكو ديالك. هنا غادي ندوز نفور كاع جميع الخضر اللي غندير في الشلاضه، باش تستغلوا الفرصه يا البنات وما تضيعش لكم الوقت وما تحتاجوا حتى واحد يعاونكم. غديري الماء في البرمه وتلحي فيه الرز، وديري الخضره، جميع الخضر اللي غديري في الكسكاس، وديريهم هكا معزولين وديريهم تفوروا. غادي ندوز نصوب البصله ديالي، هي قطعتها. وهنا غادي نصوب شرموله اللي غادي نشرمل بها الدجاج، اللي غنحتاجو فيها القزبر والمعدنوس. وغادي نحتاج فيها الحامض المصير وواحد نص بصله، وتقريبا واحد 15 راس ديال الثومه. وغادي ندير شويه الماء وغادي نطحنهم مزيان هكا. هاد سميتو ديال الحامض كله غادي نقطعوه على 4. وغادي الحامض المصير اللي كيتباع مع الزيتون او اللي كتكونوا صوبتيه في دارك. درت تقريبا حامضه ونص، واخا ما بانت لكمش، راه درت حامضه ونص. هنا دزت البصله ديالي، درتها تقلى فوق البوطه وخليتها هكا. وغادي ندير لها شويه من داكشي اللي طحنت، شويه غادي نديرو البصله وغادي نردها تبدا طيب شويه عليها. تنقصي البوطه، ديري الشميعه دي في البوطه وتخليها ناقصه مزيان وتغطي على الكوكوط ديالك. وغادي ندير في العطريه، غادي نحتاج البزار، الخرقوم البلدي، شكنجبير. هذه هي العطريه اللي كنحتاجو في هاد البصله هذه. من بعد غادي ندير ليها شويه ديال السمن. المهم انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه، كل واحد كيفاش كيطيب. ولا الدجاج محمر معروف، الدجاج مغربي محمر معروف، كل واحد كيفاش كيصوبو. بعد ما غسلت الدجاج ديالي مزيان، خشيته في الفريغو تقريبا بات ليله كامله. من بعد غادي ندير ليه داك شويه ديال داك اللي طحنت، داك الشرموله اللي طحنت. ومن بعد غادي ندير العطريه بداك شويه اللي بقى. درت المعلقه ديال الخرقوم البلدي، درت المعلقه ديال العطريه ديال الدجاج راه كتباع، درت المعلقه كبيره ديال الشكنجبير، درت شويه د الملحه، وغادي ندير شويه ديال الزيت. ومن بعد غنخلط مزيان، وغادي نشرمل الدجاج ديالي مزيان. دخلوا هاد العطريه مزيان مزيان مزيان. وإلا قدرتي تعاودي تخليه واحد ساعتين، نخليه هو هكا مرقد في هاد الشرموله هادي. عرفتي تبارك الله الريحه اللي طالعه في هاد الشرموله هادي مع الحامض والثومه، زعما سبحان الله. صافي غادي تخدميه مزيان. حاولي تكويه هكا الصدر براس ديال اللموس اولا بشي حاجه. ها انت هكذا غادي تصوبي الدجاج ديالك مزيان، وتحاولي ديري ليه الشرموله في جميع البلايص بحال هكذا. ولا قدرتي تخليه واحد 5 سوايع ولا 6 سوايع في الثلاجه، عاوتاني كيطلع احسن. هنا غادي ناخذ ان شاء الله هكا الموس، غادي نتكت الصدر هكا باش الشرموله تدخل مزيان بالصدر ديال الدجاج. كتكوي هكا بالموس ولا بشي كوردون ولا بشي حاجه. المهم صافي هاد الشرموله هادي كتخليها هكا تعطل شويه في الدجاج. ديك الساعه كيطلع بنين، كتنس الدجاج مزيان. وسبحان الله العظيم، ملي كتخرجيهم من الفريكو، ملي كتخشي لهم هكا رجيلاتهم وتخشيهم في الفريكو، راه ما تحتاجي لا تحزميهم لا بالخيط لا حتى شي حاجه. كيدخلوا للثلاجه كيبقاو هكاك شادين، ما غيتحلوا لك ما والو. اللي ما تقدرش هكا ديرهم، تحزمهم بشي خيط ديال الطبخ، راه كاين. هنا غادي ندير 2 قوامل، حيت ما يمكنش نديرهم في قاميله واحده. واخا غنديرهم مزيرين معليش، غادي ندير كل 2 في قاميله. من بعد غادي نخوي عليهم داك الشرموله اللي بقات لي، نقسمها عليهم ب2. وغادي نزيد الماء. هنا راه ما كنشحروا الدجاج ما والو، كاين اللي كيشحر الدجاج ولكن ما يحتاج تشحريه. غادي ديريه ديريكت تطبخ في الماء، كيطلع بنين وكيطلع زوين. هنا غادي نزيد الماء حتى كيتغطى داك الدجاج كامل، عاد ديريه فوق البوطه. غادي ندوز نشوف معكم البصيله، شوفوا تبارك الله على اللون عطات.
لحت فيها القشاوش ديالها وداك الشيء، القشاوش ديال الدجاج، الكبده وهذه. هنا زدت شويه ديال السمن، نص معلقه صغيره ديال السمن. شوفوا تبارك الله البصله كي كتطلع. صافي غادي تسدي على الدجاج ديالك تيطيب شويه بشويه حتى هو نقصي البوطه باش ما نقصي البوطه مزيان. شوفوا تبارك الله الشرموله بدا البصله بدات كتطلق الزيت، تعزل الزيت ديالها. هنا كتعرفي بان البصله ديالك ناجحه، التغميره ديال الدجاج ديالك ناجحه. ملي كتبان لك الزيت هكا كتعزل الزيت، راه ما عرفت كيفاش ما تصورت لياش. درت زيت المائده، درت نص كاس زيت المائده البصله. وهنا الدجاج حتى هو غادي ندير حتى كيقرب يطيب عاد غنزيد ليه الزيت. شفتوا انا ما درتش الزيت في الاول، درت كاس كبير ديال الزيت، درت ليهم حتى شويه ديال السمن، نص معلقه لكل واحد. هنا غادي ندوز الرز ديالي بعد ما تسلقات ليا، درت ليها المايز ودرت ليها جلبانه خضراء حتى هي فورتها، ودرت ليها المايونيز. صافي خلطتها مزيان ودرتها في هذا المول. ما صورت لكمش كلشي لان الفيديو غيجي طويل، راه باينه الطريقه. هنا باش تجيك العمليه سهله، ملي كديري الرز ديالك في المول كتحطي عليها الخص باش ملي كتقلبيه في الطبسيل كيجيك الخص مقاد. الا درتي الخص في الطبسيل عاد كتقلبيه عليه الرز ما تيجيك مزيان. هنا غادي ندوز لك الخضره ديالي اللي كلها فورتها. شوفوا هاد الطريقه البنات راه ما كطلبش منكم الوقت ودغيا تبارك الله كتساليو كلشي. انا غادي ناخذ الخضره ديالي كامله، غادي ندير ليها المايونيز ودرت لها شويه ديال الربيع وشويه الزيت البلديه شويه ديال الثومه. صافي غادي ندريس الخضره ديالي هكا، ندير الخص ونقلب الرز ونزينها بمطيشه سوغيز والبيض مسلق. شوفوا ما شاء الله كي جات هاد الشلاضه هذه كتشهي، شهيتكم فيها سمحوا لي تحقكم بالجنه. هنا بعد ما طاب الدجاج ديالي خشيته في الفران ديالي تحمر، دهنته بشويه الزبده وخشيته في الفران. دابا دزنا غادي ندوزو للدريساج ان شاء الله. غادي نحطو الطبيله ديالنا. غادي نحط 3 في واحد الطبسيل هكذا، وغادي ندير التغميره ديالي هكا في الجناب. شوفوا ما شاء الله ديك التغميره كي طلعت، شوفوا شو طلعت زوينه ما شاء الله. تطلق الزويته ديالها كتعرفي بان التغميره ديالك ناجحه. التغميره ما كتبغي لا ما لا والو، راه تابت بالماء د البصله، كنقيسوش الماء بمره، اري كتنقصي البوطه وصافي. صافي غادي نحط هكا في الجناب. صافي غادي نخوي هكا شويه على الدجاج باش هكا مع هو مع الفران باش يرطب شويه. صافي وغادي نزينو بالهريسه والزيتون من الفوق. انا الزيتون ما درتوش مع البصله، درتو غير من الفوق، كل واحد كيدير اللي بغا. حتى الا بغيتي ديريه مع البصله راه مزيان، ولكن هكا حسن كيجي. هاد الزيتون هذا درتو مع شويه الثومه وشويه الزيت البلدي وشويه الربيع. صافي زينت به الدجاج ديالي. شوفوا ما شاء الله كي جا الدجاج، جا زوين. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش بلي اللايك والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. صافي هنا غادي ندوزو نشوفوا هكا ديال ديك الشلاضه حتى هي كي طلعت. شوفوا ما شاء الله تي الشلاضه كي طلعت جات زوينه وجات بنينه. داك الرز اللي تسلق في الماء ما جا لا معجلنا والو، جا هو هذاك تفورات الخضره طاب الرز في وقت واحد. هنا دزت الكيسير ديالي هاد الفلو صوبتو، كان عندي المول واسع ما جاش طالع. الا بغيتي يجيك انت طالع انا درتي طروط الحليب. هنايا درت نص طروط الحليب ونص طروط الكريمه، ودرت 3 المعالق د مايزينا صافي، ودرت شويه ديال السكر وصافي. الا بغيتي يجيك الفلو طالع دوبلي المقادير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس لكم كل جديد. وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.